من بعد 7 سنين ديال الانتظار، المحكمة الفرنسية صدرت اليوم قرارها بسجن سعد المجرد 6 سنوات. البنات للاسف مشى وليدنا مسكين، مشى 6 سنين قسما بالله مسكين، خارج من البوكس ملي كيبغيو يدخلوا. وريتكم في كاين الفوق في الجلسه مسكين داير ليه المينوط وجهه صغير ضعيف، وجهه صفر ما فيه ما يتشاف مسكين. دز فيا راسو هكا مسكين، قلت ليه خويا سعد شيرت عليه، قلت ليه خونا سعد حنا معاك والله معاك مسكين، ودار ليا بحال حنا نقولوا براسو ويدي مكتب فيه. أدانت محكمة الجنايات بباريس المغني المغربي سعد المجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب المدعية لغة بريول، وتمت تبرئته من تهم العنف المتعمد. وذكرت النيابة العامة أن سعد المجرد أمامه 10 أيام فقط لاستئناف الحكم. قرار جاء في مرحلة النضج ديال سعد المجرد، خصوصا أنه عاد تزوج والآن كينتظر المولود ديالو الأول من حبه الأول والحقيقي غيتا. وخلال جلسة المحاكمة استبقت رواية المجرد مع أقوال اللغة، بحيث اعترف المغني المغربي بأنه تلاقى مع الفتاة الفرنسية في ملهى ليلي في باريس، وقال أنهم تعاطوا الكوكايين والكحول قبل ما يمشيو للغرفة ديالو في الفندق. المجرد كيسرد أمام المحكمة شنو وقع بيناتهم في الغرفة ديالو. أمسك أحدنا بيد الآخر وامتدحت جمالها، تعانقنا ولم يكن عناق أصدقائه، كان أحدنا معجبا بالآخر، لم يكن الأمر جسديا فحسب بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نكن تحدثنا سوى ساعتين. وقال المجرد رقصنا وتحدثنا وقالت لي أنها لم تستطع أن تقبلني أمام الجميع، اعتبرت كلامها إشارة فانحنيت وقبلتها قبلة طويلة. وهنا غتختلف الروايتين، حيث قالت لغة رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا القبلات، وفجأة ضربني على رأسي، أمرني بخلع قميصي ولم أقوى على كبح جماحه، لكمني ثم اغتصبني. وأضافت قمت بعضه أسفل ظهره قبل أن أغادر الغرفة واضعة حدا لهذا الكابوس. أما سعد فقال كنا نخلع ملابسنا حينما شعرت بخدش مؤلم جدا على ظهري، فعلت شيئا ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. أنا سعد المجرد لم أمارس الجنس إطلاقا مع لغة بريول بأي طريقة. وصدر الحكم ضد المجرد بعد 7 سنوات من المداولات، بعد ما اقتنعت هيئة الحكم بثبوت واقعة الاغتصاب في حق المغني المغربي سعد المجرد، بحيث استندت المحكمة في قرارها الأخير إلى العناصر التالية: فارق السن اللي بين سعد ولغة، بأنه كان في وعيه وعارف شنو كيدير، وإصراره على الإنكار وتأثير الوقائع على حياة لغة، بالإضافة إلى شهادات موظفي الفندق والرسالة اللي خلتها لغة لصديقتها في نفس اليوم اللي وقعت فيه الواقعة. قالت لها لقد تعرضت للتو للضرب والاغتصاب. وخلال أطوار المحاكمة زوجة سعد المجرد غيث العلاكي كانت ديما شادة لي في يدو، كأنها كتقول له أنا معاك وعمرني نتخلى عليك، خصوصا أنها حامل منه، وكانوا كيتسناو مولود جديد. لكن للأسف ممكن يكون هذه نهاية نجم مغربي سطع نجمه في سماء العالمية. ومرته سخفات في القاعة، جابوا لها الإسعاف. 6 سنين مسكين، 6 سنوات، حسبنا الله ونعم الوكيل. مي ان شاء الله يقدر يدير عام ولا عامين يخرج باذن الله. باقي يدير عام، يقدر يخرج من عامين كاع. الله يكون بعون مهمته، الله يكون بعون والديه يا ربي. ديال القاعه هاي هنا راه كنا الفوق، كنا بزاف هما باقيين كيتسناو على والو، هو داو مسكين. المجرد أمامه 10 أيام فقط لاستئناف الحكم. شنو رأيكم؟ خليني نحكي لك سير الجوج واحكم نتايا، يا صرات لي قصة خلصتها باليا، يا دايرها بديا يا راي الداني بعيدة
يا بغيت وحدي انا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.